عمرك سمعت عن لاعب ساب الماتش عشان يروح يذيعه؟ تعال احكي لك القصه. كوبا اتأهلت لمونديال 38 في فرنسا بطريقة غريبة جدا. كل الفرق اللي كان المفروض تشارك في تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى انسحبت فريق ورا التاني عشان تتأهل كوبا لكأس العالم لأول وآخر مرة لحد دلوقتي من غير ما تلعب. القرعة وقعت كوبا ضد رومانيا في الدور ال16، والبطولة وقتها كانت بتتلعب بنظام خروج المغلوب. الماتش خلص بالتعادل 3-3 بعد وقت إضافي، وزي ما كان نظام البطولة وقتها فالمباراة اتعادت بعدها ب4 أيام في نفس الملعب. حارس مرمى كوبا بينيتو كارباخاليس اعتذر للمدرب انه مش هيقدر يلعب مباراة الإعادة، مش بسبب إصابة أو بسبب مشاكل ما بينه وبين الفريق، لكن لأن إذاعة كوبا طلبت منه يعلق على الماتش للجمهور في كوبا. المدرب حاول يقنع كارباخاليس اللي كان أشهر جول في كوبا وقتها إنه يرجع في كلامه، لكن مفيش فايدة، فاضطر إنه يلاعب الجول الاحتياطي خوان أيرا. واللطيف إن أيرا تألق وقاد كوبا إنها تكسب 2-1 عشان توصل دور الثمانية وسط احتفالات كبيرة من الفريق والجمهور اللي ما توقعوش أبدا الإنجاز ده. القرعة وقعت كوبا مع السويد، والمرة دي كارباخاليس ما كانش عنده إذاعة ورجع وقف جول أساسي عشان يدخل فيه 8 أهداف وكوبا تخسر 8-0 وتودع البطولة.